ستاديوم في مدينة بريتوريا الجنوب افريقيا. نتعرف سريعا على تشكيلة الفريقين بداية باختيارات البلجيكي فاندن بروك. اليوم مجموعة من المتغيرات ستلاحظون في القائمة الأساسية. يوسف المطيع يبقى كحارس مرمى، أيوب العمرو 22، أمين أبو الفتح 4، زولا 35، يحيى عطية الله 14، يحيى جبران رقم 5، رضا الجعدي 8، عبد الله حيمود رقم 13، زوير المترجي 7، محمد أناجم 11، وبولي سامبو اللي كانت هناك شكوك بخصوص مشاركته يحمل رقم 20 دقيقة. كرة ودادية ملعوب على الجهة اليمنى فيها عرضية خطورة. ويليامز يتابع الودادي بادر الوداد بهدف مبكر. عبد الله حيمود، يلا يا عبد الله هذه فرصتك يا عبد الله. المراوغة البحث عن الحل والعرضية. المطيع يتصل، اللقاء سيكون صعب يا المطيع. هذه عملية تنسيلال ادوار هجومية لموضو ومضيبة على الاطراف. مكوليزي ومبوغا عصرت على جهته اليمنى. محمد ناجم نقله للمدافعين. محمد ناجم محاولة المرور ولكن يغطي عليه بعد مرتدة. 1 على 1 ممكن سدد الكرة لكن غطى عليه المدافع. في نهاية المطاف تخرج مباشرة الى ضربة مرمى. هذه المرتدات اللي ممكن يلعب عليها زوير المترجي. عبد الله حيمود مرة ليحيى. الله يحيى العرضية والدفاع. حتى 5 أهداف سجلها، نموذج ما رأينا أمام نادي الأهلي المصري في دوري المجموعات. لدينا صافرة وبالتالي خطأ في أبو الفتح يغطي. حذاري من ارتكاب أخطاء داخل المنطقة. والمطيع يتصدى. ثاني اختبار ليوسف المطيع. التسديدة بهذه الكيفية. شوف الإعادة، هذه عملية التحضير. شوف هنا وداد الرياضي 1-2. ما يسددش والمطيع يتصدى. شوف كيف يدخلون ويقتحمون منطقة الجزاء بهذه السلاسة في نهاية يرسل الكرة في اتجاه لاعبي سامبو بيحافظ على الكرة. الحكم يعلن عن وجود خطأ وبطاقة صفراء لسامبو. كان في امشي سدد. عبد المنعم بوطويل امام زوير المترجي. كان ممكن يفعل نادي الوداد الرياضي في هذه الكرة. دفع الوداد العرضية خطيرة المطيع برافو. يوسف المطيع برافو. قتالية يدير يوسف، لكن أين هي الرقابة للاعب الصندانس؟ كان وحده كما مررها رضا علاها. رضا العرضية، هذه العرضية المطيع يا كبير. المطيع يا عملاق. المطيع نعم الأسد حاضر هنا في تصدياته، يتحدى مهاجمي الماميلودي سانداونز. برافو يوسف المطيع، هذه مباراتك اليوم يا المطيع. هذه الضربة الحرة لفائدة الماميلودي. سلامة زولا، بالسلامة سامبو، بالسلامة لهذا الثنائي. اصطدام قوي على مستوى الرأس بين زولا كذلك سامبو. عموما كان ممكن تفادي هذا الاصطدام. اعرف الاصرار والعزيمه والقتاليه، لكن هنا ارسن زولا جاني من جماهير ماميلودي. رد بالك يا المطيع، يسددون بشكل ممتاز. تسديده لكن مرت عاليه مباشره تخرج الى ضربه مرمى لعناصر فريق الوداد الرياضي. وناجم لازم تكون اسرع، وناجم لازم مثل الوداد. وناجم التسديده نقله ناحيه الاب موديبا، حاول يمر العرضيه. امين مرفوع هذه الكره. المطيع عندك يا المطيع بالكره في العمق. هذه كره اماميه بالراس. هذه صعبه مرت عاليه على الجميع امام غضبي ونرفزتي موكوينا في وضعيه تسلل. لعبه ثنائيه. زولا رد بالك والمطيع يخرج. يا امين يا ابو الفتح مع زولا. امين يتردد بعض الشيء. سلامات زولا، سلامات المطيع. عنيفين جدا عناصر ماميلودي سانداونس، وبالتفاصيل الى اللقاء. ممكن ان نشاهد ان الوداد الرياضي يسجل في مرمى ماميلودي. الكره انطلاقه من الجهه اليمنى فيها عرضيه في الايمن. رجعت الى مبولي. هذه عرضيه داخل المنطقه بالراس. يا العمرود بالراس تتحول مباشره الى الركنيه. نعم الاولى للسانداونس اللي يبحث عن التسديد مره اخرى لعمبولي. هذه صعبة
صعبة، ولكن المطيع أعطانا الاطمئنان مرة أخرى أمام يحيى عطية الله. كذلك هنا مرفوع الكرة بالراس، بعد ذلك المناورة من هنا والعرضية، بعد ذلك المتابعة من يوسف المطيع. مباغتة ديال الكرة من الزواني، مباغتة ديال الكرة من الزواني، هنا مباغتة حتى على مخرج المباراة. لم نشاهد اللقطة من البداية، في لحظة غافية التركيز وفي لحظة ترك فيها عناصر الوداد الزواني ليسدد، لأنه حذرت كثيرا من تسديدات ماميلودي سانداونز، حذرت كثيرا من تسديدات ماميلودي سانداونز. جاءت التسديدة عن طريق اللاعب الزواني، وبالتالي الأفضلية لنادي ماميلودي سانداونز. هذه الإعادة مرة أخرى، الإعادة مرة أخرى، هذه لم نشاهد على المباشر، لم نشاهد على المباشر. الجعدي هنا تحت الضغط، إمكانية التسديدة مرة أخرى مرت عالية على مرمى المطيع. أتمنى من لاعب الوداد ألا ينزلوا أيديهم في هذه اللحظات، أتمنى أن الوداد لا يتأثر بالهدف لأنه ياما عاش. هذا ينتظر زولا، والحكم يقول فيها خطأ لفائدة فريق ماميلودي سانداونز. خطأ. ماذا فعلت يا زورا؟ ماذا فعلت يا زورا؟ بطاقة صفراء في زورا. تلعب هذه الكرة مرفوعة بالراس، التغطية لزوير المترجي، مر زوير انطلق، زوير العرضية ترفع من يحيى عطية الله الراسية، بعد ذلك يا زورا بعيدة تماما إلى ضربة مرمى لفائدة فريق ماضر. حتى بهذا النزيف نكمل المباراة، ولكن شوف كرة خطيرة ديال الكرة العرضية، المطيع يتصدى بعد ذلك، والكرة توصل من جديد على الجهة اليسرى، ضغط رهيب الآن فريق الوداد. فهذا الأمر الطبيعي في دور نصف الحرة لعناصر فريق الوداد الرياضي. سامبو بالراس يا سامبو، بالراس يا سامبو، الكرة تمر جانبية. هذه الكرات التي يحبذها اللاعب سامبو. ممتاز، المترجي يدخل، المترجي زولا ترفع ديال الكرة في القائمة الثاني، لكن بعيدة تماما، بعيدة تماما. العملود حاول فيها رغم صعوبتها، نعم العملود. الكرة في الوقت البدل الضايع في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، لكن تحصل الآن لا. أنا ضد أنك تندفع. زوير هي ونزلت ودادية. ويليامز امام زوير المترجي، كان قريب الوداد من تسجيل هدف. هذه العرضيه الراسيه، جول 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 جول. ايوب العملود بالراس، حتى في شباكك يا ويليامز. 1-1. الوداد يعود من بعيد، الوداد يفعل هنا في بريتوريا، الوداد يعدل. أيوب الوداد الرياضي كذلك تؤازر وتتفاعل اللاعبين. يدخل مكان موكيليزي، خروج لاعب وسط، حذاري من هذه الكرات العرضية خطيرة. الهدف الثاني لماميلودي سانداونز. خطيرة توغلات داخل منطقة الجزاء، كما شاهدنا في هذه الكرة. سانداونز يسجل ثاني الأهداف في هذه اللحظات. سنتابع الإعادة مرة أخرى. سانداونز يتقدم دقيقة، نزيف لم يتوقف، وهذه من الحازورات. ترفع ديال الكرة وبالراس، وجول جول 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 جول. الوداد يسجل، الوداد فعل مرة أخرى، الوداد يعدل قبل لحظات من نهاية المباراة. هكذا هو الكبير الودادي، هكذا هو الأسطوري الودادي، هكذا هم الوداد. لا يستسلمون، لا يتراجعون، لا ييأسون. هنا